السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رحت لكم بقى النهارده بوت كراش يا اخواتي، شغال 24 ساعه. بوت يا قلب اخوك رايق كده يا اسطى، ترامكس بيرمي تمام. من شغال يا قلب اخوك 24 ساعه يا اسطى، يعني تحرج اي فون قدامك. فالموضوع يا اسطى هيكون سهل وبسيط، فكل اللي انا عايزه منك ان انت تركز معايا من البدايه للنهايه عشان تفهم تشغل كل حاجه يا اسطى، وكل حاجه تشتغل معاك وما تواجهش اي مشاكل. ركز يا اسطى جامد. تمام. فالفيديو ده يا اخواتي توعية امنية، انا غير مسؤول عن اي استخدام غلط للبتاع ده. يا ريت يعني يا اخواتي تستخدموه في الخير وما تؤذوش بحد. تمام. وانا غير مسؤول كمان مرة عن استخدام هذا التطبيق الغلط. تمام. احنا بقى النهارده هنحتاج عندك تطبيق ترامكس، وعندك زد ارشيفر. تمام، لازم زد ارشيفر، وعندك نسخة الواتساب، وعندك تطبيق مدير الملفات. تمام. هتبدأ يا اسطى تدخل على تطبيق مدير الملفات. تمام، هتلاقيني بقى انت سايب لك الملفات بتاعت ملفات بوت الكراش، تلاقيني سايب لك الملفات دي في قناة التليجرام. تمام، ثواني اعلم لك عليها، اللي هي ديت يا اسطى، اللي هي اول واحدة فوق ديت، هتلاقيني سايب لك في قناة التليجرام. تمام، هتبدأ انت تدوس على اوامر تشغيل البوت. ماشي، هتلاقي عندك اتنين. تمام، هتبدأ انت تدوس على اوامر تشغيل البوت. تمام، وهتدوس نص، هتبدأ تفتحها. تمام، تفتحها مثلا بأي حاجة. تمام، هتبدأ انت تحدد اول امر كله. تمام، تبدأ انت تحدد اول امر كله، تحدده مرة واحدة، وعندك تاني امر، وعندك ايه دي اوامر التشغيل. تمام، انت هتبدأ تاخد اول امر كله نسخ، تحدده كده اهوت يا اسطى زي ما انت شايف، كله نسخ. تدوس يا اسطى نسخ. تمام، وتبدأ تخرج. وبعد ما تخرج هتبدأ تدخل على تطبيق اللي هو زد ارشيف. تمام، اللي بعلم لك عليه يا اسطى اللي هو. تمام، وهتنزل تحت خالص يا اسطى. تمام، عند الملفات اللي هي بتاعة البوت، هتضغط عليها، وبعد كده هتضغط على اول واحدة. تمام، هتدوس دوسة كده يا اسطى، لا دوسة واحدة. تمام، وبعد كده هتدوس استخراج. تمام، استخراج هنا. تمام، هتدوس استخراج للملف في الخارج. تمام، وبعد كده هترجع تطلع من هنا وتستخرجها بره في الجهاز على ملفات الجهاز من بره. تمام، هتدوس استخراج هنا. تمام، انا بس عشان ما استخرجها قبل كده فهنعمل مرة اخرى. تمام كده يا اسطى، انت عشان لما تيجي تشغل بيترمكس تبدأ تشتغل معاك. تمام، تاني خطوة يا قلب اخوك، هتبدأ انت تدخل على تطبيق الترامكس. تمام، وتبدأ تحط اول امر احنا اخدناه. ثواني بس يحمل. تمام يا اسطى، زي ما انت شايف كده وفتح معانا، هتبدأ انت تحط اول امر احنا اخدناه نسخ، اللي هو كانت الحياة الطويلة دي. وبعد كده هتبدأ تدوس انتر، اللي هو الزرار اللي هو تحت خالص دهوت اللي بعلم لك عليه باللون الابيض، هتبدأ تدوس عليه انتر. تمام، هيبدأ بقى ايه يحمل معاك يا اسطى زي ما انت شايف كده اهو. تمام، هتبدأ بقى تسيبه. واول مرة لو انت اول مرة تحمله هياخد معاك فترة يعني، بس مش كتير يا قلب اخوك، هو هياخد معاك وقت بس مش كتير. تمام، وهيبدأ يشتغل معاك تاني، بس هتستبر برضو لحد ما يحمل. هيجيب لك الواجهة ديت كده، لو جاب لك الكلمة دي واي او نو هتبدأ انت تديله واي، بمعنى اللي هو اختصار كلمة يس. تمام، تبدأ تديها له برضه هيبدأ يحمل معاك. او لو جاب لك الكلام ده تبدأ برضه اللي انت تفضل تدوس انتر، لو وقفت كده تدوس انتر. تمام، بعد ما تبدأ تخلص تحميل هتبدأ تجيب تاني امر. تمام، ثواني. بعد ما تبدأ انت تخلص تحميل هتبدأ تاخد تاني امر نسخ، بس انا واخده كله في الحفظ. هتبدأ انت تحط تاني امر اللي انت خدته كوبي، وبعد كده برضو هتدوس انتر على نفس العلامة اللي هي تحت خالص اللي هي الانتر. تمام، تبدأ تدوس عليها برضو انتر زي ما انت شايف كده اهو. تمام، هتستنى بقى، هتاخد معاك وقت بس مش وقت كتير. تمام، بس انت يا اسطى الموضوع عاوز صبر. اهم حاجة يا اسطى ان انت تصبر على الحاجة، وهتشتغل معاك يا قلب اخوك بكل سهولة. هتستنى بقى لحد ايه ما تبدأ تتحمل زي ما انت شايف كده اهوت. بتحمل يا اسطى قدامك بتجري اهي. تمام، فانا عايز اقول لك، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك يا قلب اخوك، وحط لايك على الفيديو والكلام ده كله يا اسطى. اهي يا اسطى بتحمل معاك زي ما انت شايف كده اهو، بيتحمل يا اسطى لسه معانا، بتحمل يا قلب اخوك اهي. تمام، كمان مرة يا قلب اخوك يا ريت يعني يا اسطى تستخدم الطريقة دي في الخير. والفيديو ده يا اخواتي توعية امنية، توعية امنية يا اخواتي، يا ريت تستخدموه في الخير، وانا غير مسؤول عن اي استخدام غلط للطريقة دي. تمام،
اهيت يا اسطى. انا اصلا قاعد اوقف في الفيديو عشان هي تنجز، بس يا اسطى ديت هتاخد معاك وقت بس مش كتير، لان ديت شايف انت الملفات اللي احنا عملنا لها استخراج على الجهاز ديت بقى بتبدأ تثبتها وبتبدأ تشغل كل الكلام ده كله. تمام. فهي يعني يا اسطى ان شاء الله مش هتغيب اخرها مثلا دقيقتين 3 4 كده يعني يا اسطى، بس هتنجز يعني معانا يا اسطى، على كله على حسب سرعة النت بتاعك. تمام. هتبدأ بقى يا اسطى ايه تجيب معاك الشريط اللي هو تحت دهوت. تمام. هيبدأ بقى انت تستبر لحد ما الشريط اللي تحت دوت يكتمل كده ويبدأ يحمل. اول ما تجيب لك علامة الدولار الاخضر يبقى انت كده يا اسطى خلصت تحميل، يبقى هي كده ايه الاداة يا قلب اخوك ايه خلصت. تمام. تمام. هتصبر بقى يا اسطى انت كده. تمام. وتبدأ اللي انت وبعد كده يا اسطى هتبدأ بقى انت ايه تحط الامر اللي هو اللي بعده. تمام. وبعد كده هتدوس انتر. بعد ما تحط الامر هتدوس انتر هيبدأ يجيب معاك الشريط ده. هتبدأ تدوس انتر برضو اللي هو الامر بتاع اكزيت اللي هو الخروج. تمام. لو جاب لك الكلمة ديت هتبدأ تدوس انتر برضو، هتلاقي مرة واحدة الترامكس خرج معاك كده. يبقى انت كده يا اسطى ماشي كله تمام كده يا اسطى. عملت كده ودوست الامر وخرج منك، تعرف يا قلب اخوك ان انت كده ايه ماشي تمام. تمام. هتبدأ بقى انت تدخل على الواتساب. تمام. تدخل بقى على اللي هو الشات بتاعك. تمام. هتبدأ اللي انت تبدأ تجيب الرقم اللي انت هتبدأ تربطه بالقراش في الترامكس. تمام. تمام. بص بقى يا اسطى التركاية دي مهم. انت مثلا الدولة بتاعتنا مصر اللي هي زائد 20، انت مش هتكتب زائد. الزائد ديت يا اسطى انت مش هتكتبها، بمعنى ان انت هتبدأ تكتب 20 على طول، اللي هو بدل زائد 20 يعني بدل بلس 20 هتبدأ تكتب ايه 20 على طول. تمام. او انت مثلا اي دولة تانية اي مثلا رمز مثلا امريكا تبدأ تكتب واحد على طول، بلاش زائد، ما تحطش اللي هو البلس ما تحطوش عشان يرضى يربط معاك. تمام. وبعد ما جبت الرقم تبدأ تخرج وتبدأ تدخل على تطبيق اللي هو الترامكس تاني. تمام يا اسطى. تبدأ تضغط عليه تاني. تمام. بعد بقى انت ما تبدأ ايه تثبت كل الاوامر. تمام. وبعد ما جبت النمبر وخلصت كل اللي ده يا اسطى تبدأ تدوس على الحافظة. تمام. وتبدأ تجيب آخر أمر اللي هو أمر التفعيل اللي هو بعدهم. تمام. تحط أمر التفعيل وتبدأ تدوس انتر. تصبر بقى يا اسطى كده. تمام. بعد بقى يا اسطى ما تستنى لحد هتبدأ بقى ايه هي هتبدأ يا اسطى تحمل معاك كده اهو. معلش يا اسطى لأن الكراش تمام ده اللي هو التراميكس ده بيكون شغله كتير او امره كتير والكلام ده كله. هتبدأ تجيب معاك اللي هي الكلمة دي اللي هي connecting to واتساب. تمام. تمام. انت بقى تبدأ تعمل ايه هتستنى لحد ما تبدأ تحمل. هتلاقي عندك هنا هشاور لك على اهوت اللي هي connecting your number واتساب. تمام. فون نمبر. تمام. يعني بيقول لك اللي انت تبدأ تحط رقم الفون اللي انت هتبدأ تربطه بالواتساب. تمام. تمام. زي ما انت شايف كده يا اسطى هتبدأ بقى انت ايه تجيب رقم الفون اللي انت عايز تربطه، بس الرقم يكون محطوط في نسخة واتساب رسمية. تمام. تمام. بعد ما تبدأ تحطه وتدوس انتر. تمام. هيبدأ يخرج معاك كده تمام. وبعد كده هتبدأ تدخل على الواتساب. تمام. بعد ما تبدأ تدخل على الواتساب. تمام. هتبدأ تدوس على اللي هو الثلاث نقط يا اسطى اللي هم فوق خالص اللي بعلم لك عليهم دولت. تمام. بعد ما تدوس عليهم هتبدأ تيجي على حاجة اسمها الأجهزة المرتبطة. بعد ما تاخد الكود بعد ما تحط رقمك هيديك كود في الترمكس تاخده. وبعد كده هتيجي تدوس على ربط جهاز. تمام. هيبدأ يفتح معاك الخانة بتاعت الكيو ار كود زي ما انت شايف كده اهو. هتبدأ انت تدوس تحت اللي هي الربط برقم الهاتف بدل من ذلك. تمام. تبدأ تدوس عليها وبعد كده هتبدأ الكود اللي انت اخدته نسخ. تمام. هتبدأ اللي انت يا اسطى تحطه ايه لاسك. تمام. بعد ما تبدأ تحط لاسك. تمام. هتطلع تدخل على الترامكس تاني هتلاقيه بيقول لك ايه زي ما انت شايف كده كونكت تو واتساب نمبر. تمام. وهتلاقي رقمك مكتوب اللي هو كده ايه اتصل. تمام. يبقى انت كده اتصلت بيه. هتبدأ تخش على الواتساب. تمام. هترمي بقى ازاي يا اسطى هتبدأ تدخل على الشات بتاعك الشات اللي هو بتاعك. تمام. وبعد كده هتبدأ تكتب انت بقى يا اسطى هتبدأ تعمل تقسيم شاشة. ليه بقى يا قلب اخوك لان مثلا تتأكد ان هو نشط يكون نشط زي ما انت شايف نشط. تلاقي بتاع مكتوب لك ايه كلمة نشط دي. طول ما الكلمة دي مكتوبة الكراش هيشتغل معاك وهتبقى 100%. تمام. تمام. فانت بقى هتبدأ تعمل تقسيم شاشة عشان ممكن يقف او الكلام ده كله. فانت تفضل تعمل تقسيم شاشة عشان يكون شغال معاك 100%. تمام. تمام. بعد كده تبدأ تكتب نقطة منيو. نقطة منيو.
لازم النقطة منيو. تمام. تمام. هتصبر كده اهوت يا اسطى لحد ما تبدأ تحمل معاك. هتلاقي الترامكس فوق بدأ يحمل معاك كده اهوت، وبدأ يجيب لك ايه، حاجات خضراء والكلام اللي انت شايفه ده اهو. يبقى كده يا اسطى البتاع اشتغل معاك زي ما انت شايف كده. وهنا عندك حمل، عندك بقى هنا يا اسطى ايه، فيروسات بجميع الانواع يا اسطى. تمام. عندك هنا اندرويد، وعندك هنا يا اسطى ايفون، ويا اسطى البتاع بقى يشتغل معاك زي ما انت شايف كده اهو. انت بقى ترمي بقى، تبدا انت ترمي من هنا. تمام. تحط مثلا، تشوف انت عاوز ترمي ايه، وتبدا تحط نقطة والحاجة اللي انت عايز تبعتها على الرقم، وتبدا الرقم تبدا تكتبه، وهيبدا يا اسطى ايه يشتغل معاك بكل سهولة. دولت كده يا اسطى عندك اندرويد، وعندك هنا ايفون. تمام. لو يكن مثلا يا اسطى انت عايز ترمي مثلا اندرويد، تمام، هتبدا تعمل ايه عشان ترمي اندرويد على كراش اندرويد، تكرش اي نسخه على هاتف اندرويد والكلام ده كله؟ هتبدا انت تكتب دوت ديت يا اسطى ثابته معانا في كل حاجه، وتبدا بقى تكتب اسم الحل اللي انت عايزه. اندرويد مثلا، هتبدا انت تكتب ايه، دوت اندرويد. تمام. تمام يا قلب اخوك. وبعد كده هتبدا اللي انت بعد ما تكتبها، تمام، هتبدأ بقى تكتب اندرويد. تمام. وانت بقى عايز ما تعملش فاصلة ولا اي حاجة، عايز تبعت بقى انت على اي رقم، تبدأ تكتب رقم الدولة، رمز الدولة بتاعه على طول، بس برضه من دون زائد. بقول لك تاني اهو، بدون زائد. زائد دي ما تحطهاش خالص. وبعد كده تبدأ تحذف اي رقم مثلا انت عايز تعمل عليه، هتبدأ تحذف يا اسطى. الترامكس بقى هناك هيبدأ يحمل معاك يا قلب اخوك، والدنيا هتكون شغالة 100%. وبس كده يا اخوات، ده بيكون شهر النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.